والخيرين بغريتنا وكل من حضر جمعنا الكريم. نحن سعداء جدا بجمعنا هذا وربنا يجزينا عنه حسنات، وهنيئا لكل من شارك في هذا الإصلاح واتصف بهذه الصفة. وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم والمؤمنين بالعفو والإصلاح في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وفي قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكما قال الله تعالى أيضا: ومن يفعل ذلك نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات تدل على العفو والصلح يا إخواني، فلماذا نتخاصم؟ والعفو والصلح إخواني يرغى به إلى الدنيا والآخرة، وإن الانتقام ومقت يلاحق الإنسان إلى الممات. آبائي وإخواني، العفو تتسع به الصداقة والمودة والرحمة، فيصبح مجتمعنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وبالانتقام تفشو العداوة والأحقاد بين الناس. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. صدق رسول الله الكريم. وتعالوا بنا إخواني نرى نبينا الأكرم هو يدخل مكة فاتحا، وهي اؤتمرت على قتله بالسابق وأخرجته وكذبته وقاتلته في الغزوات، فأهل مكة ألغوا بأسلحتهم عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم منتظرين حكم نبينا. يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة يا جماعة منتظر حكم النبي، منتظرين حكم النبي فيهم شنو؟ وإذا هو أمر الجيش لكانوا أبادوا مكة يا جماعة في الفترة دي، لأنه كانوا 10,000 من الجيش كلهم سيوفهم كانت برا، ودخلها حانيا رأسه شاكرا حتى كادت طرف عمامته تلامس عنق بعيره، وانتظروا ليحكم فيهم فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. ثم من أسلم فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أعلى في الصلح والعفو، وما علينا إلا